النهاردة أنا جاي أكلمك عن جملة مؤثرة جدا قريتها في أحد كتب علم النفس، وهي بتقول إن المشاعر لا تناقش. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنت من حقك إن أنت تحس، من حقك إن أنت تتأثر، من حقك إن أنت ما تقدرش إن أنت تواجه وتاخد فترة في انعزال أو بعيدا عن الناس، بعيدا عن إن أنت تنزل شغلك أو تتعامل مع الآخرين. ده كله من حقك، بس الشيء اللي مش من حقك إن أنت مش من حقك إن أنت تنهار. مش من حقك إن أنت تبقى موقف حياتك كلها على حاجة واحدة أو على حدث أو على شخص منتظر إن هو يحصل أو إن هو يكمل معاك، أو موقف حياتك على حاجة لحظية ممكن تحصل. لو حصلت يبقى تمام وهتعيش مبسوط وبكامل قوتك وبكامل إرادتك. لو ما حصلتش يبقى انت هتتعطل، طريقك هيقف، مش هتقدر ان انت تكمل لوحدك. من حقك ان انت تتأثر، لكن مش من حقك ان انت تنهار. مش من حقك ان انت توقف حياتك على حاجة واحدة. ده شيء غلط، شيء مش صح. المشكلة دي بتيجي من ايه؟ المشكلة دي بتيجي من بنايتك ومن تكوينك اللي انت حاطه لنفسك. انت بتتكون من ايه؟ وهنا مش بتكلم عن تكوين عام، انا هنا بتكون او بتكلم بالتحديد على تكوينك كشخصية. الشخصية بتاعتك لازم وهي بتتكون تبقى مبنية على حاجة واحدة بس، وهي على الاساس بتاعك. والاساس بتاعك لو ما كانش اساس ثابت يبقى انت هتفضل طول عمرك شخص مهزوز. لو الاساس بتاعك ده مش جاي من شيء قوي ومبني على أساس أنت مؤمن بيه وحاطه لنفسك، يبقى هتلاقي نفسك إن أنت قدام أي موقف سهل إن أنت تتهز، سهل إن أنت ما تقدرش تكمل، سهل إن أنت تنهار، سهل إن أنت ما تقدرش إن أنت تتكلم أو تجاوب أو تواجه. وده أصعب شيء ممكن تمر بيه، لأن كتير من اللي ما بيبقاش باني أساس ثابت لنفسه بياخد فترة كبيرة جدا عشان يقدر يقوم أو يكمل. ده لو قدر إن هو يعمل الخطوة دي لوحده. وفي اللي ما بيقدرش وبيضطر يلجأ لأحد المراكز أو لأحد الدكاترة أو الاستشاريين أو مدربين المهارات عشان خاطر يساعدوه إن هو يطلع من المرحلة دي. قصتك عمرها ما ينفع إن هي تكمل وهي متوقفة على حاجة. فرحتك متوقفة على حاجة، نجاحك متوقف على حاجة، حياتك عموما متوقفة على حاجة. دي أكتر نقطة ممكن إن أنت تقف قدامها وما تقدرش إن أنت تتحرك. فكرة الماضي بتاعك، الماضي خلاص انتهى. لو هتفضل طول عمرك باصص لورا عمرك ما هتقدر تاخد خطوة لقدام. هتفضل واقف في مكانك مش قادر إن أنت تتحرك. بص لقدام، بص للنهاردة، هتلاقي إن الماضي خلاص فات، مش هتقدر إن أنت ترجع له، مش هتقدر إن أنت تغير فيه، خلاص حصل. ولما تيجي تفكر هتلاقي إن كل حدث حصل في حياتك كانت الحياة بتوصل لك رسالة. الرسالة دي لازم إن أنت تتعلمها، لأن أنت لو ما تعلمتهاش هتلاقي الدرس ده بيتكرر في حياتك مرة واتنين وتلاتة لغاية لما تتعلم وتتقن الدرس وتكون قادر. لأن الحياة بتقويك، بتعلمك إزاي إن أنت تتعلم من اللي فات وتبقى قد اللي جاي، قد اللي جاي بجد. تتعلم دروس جديدة، تبقى شخصية أقوى، تبقى أحسن ليك. ما تخافش إن أنت تقفل الماضي ويبقى مجرد درس بالنسبة لك، لأن الحياة مستمرة عمرها ما هتقف. محدش مهتم إن هو يسمع المعاناة بتاعتك غير لما تنجح وتبقى قادر إن أنت يبقى عندك قصة تقدر إن أنت تحكيها. حياتك الجديدة
هي صفحة جديدة تقدر إن أنت تفتحها وقت ما أنت البطل بتاع القصة يقرر إن هو هيبدأ يفتحها. وحياتك الجديدة لازم تتبني عشانك أنت بس، عشان نفسك، لأن نفسك دايما تستحق.